هنعمل النهاردة وجبة غدا لذيذة جدا. هنعمل الحمام الكذاب. هو عبارة عن وراك فراخ بتكون مخلية من العظم، محشية رز معمول بطريقة مختلفة، طعمه بيكون حلو جدا. كمان هنعملها بأسهل طريقة، هنعملها للمبتدئين اللي ما بيعرفوش يعملوا خالص او ما عملوش قبل كده. هنعمله كمان خطوة بخطوة. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، لو أول مرة تشوفوني اعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. كمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكوا وصفاتي. انا عندي وراك فراخ، جبت 5 وراك فراخ هما مخليين من العظم، كمان مخليين من الجلد، وانا حاولت اخلي منهم كل دهون او مثلا جزء من الجلد موجود او حاجه. انا هشيل كل حاجه. انا عارفه ان الناس كلها بتخليه او بتقول للجزار او للراجل بتاع الفراخ اللي بيخليه يخليه بشكل يخليه شكل الحمام. لا، انا بفتحه خالص وبدقه وبرفعه وبشيل اي دهون فيه، بشيل اي جلد فيه. انا مش بحبه يستوي بالجلد خالص، بحب كل حاجه تكون متشاله منه ومفروض. والى حد ما طبقه الفراخ اللي فيه بتكون رفيعه مش تخينه، فانا برفعها وبدقها عشان افتح كمان المسام بتاعته يعني يتبل سريع. علشان انا بعمله تقريبا واسيبه شويه صغيرين واروح يعني طبخاه على طول. فانا بحاول افتح كل ورك بنفس الشكل ده كده، وبدقه وبفتحه وبفتح المسام بتاعته عشان يعني يدخل التتبيله بتاعته. هي تتبيلته اصلا بسيطه خالص، بس تدخل فيه بشكل افضل. كمان ما بيكونش فيه عظم ولا حاجه، ولا هو بيكون مقفول. انا اللي هقفله وهلفه وهقول لكم الوقت ازاي، وهيبقى حلو جدا. انا عملته لحد كل ورك لحد لما بقى رفيع بالشكل ده. وكل ورك هعمل فيه زي ما عملت في اللي قبله كده، هحاول ان انا ارفعه يعني وافتحه كده على قد ما اقدر، تكون القطع او الشرايح بتاعه الوراك كلها تقريبا قد بعض بالظبط كده. لو في بقى جلد من بره، لو في دهون، لو في اي حاجه، انا بشيلها وبعد ادق كده عليه علشان يبقى كله تقريبا سمك واحد، لان انتوا عارفين ان الورك بيكون فيه يعني قطع كتير كده، مش بيبقى كله قد بعضه زي الصدر. انا عملت كل القطع اللي عندي، انا عندي 5 وراك عملتهم بنفس الشكل. التتبيله بتاعته بسيطه جدا، ما فيش فيها تتبيله ولا حاجه. هي بصله، انا بشرتها. البصله هتجيبوها على قد كميه الفراخ تقريبا، دي بصله كبيره. هحط عليها ملح وفلفل وقرفه بس. ممكن احط شويه ليمون او خل، انا حطيت ليمون. مش بحب احط توابل كتير علشان انا كمان هعمل الرز بالقرفه. يعني انا هتبل الفراخ بالملح والفلفل والقرفه. كمان الرز انا هعمله برده بالملح والفلفل والقرفه عشان تبقى كلها اكله على بعضها طعمها حلو. على كميه الوراك دي عصرت ليمونه واحده بس. هحاول بقى ان انا ادعك الفراخ كلها بالتتبيله كده عشان احس ان كل الفراخ اتبلت بنفس التتبيله، او يعني وصل لها كلها التتبيله بالظبط كده. انا هغطيها بقى بكيس، وبعدين هبتدي بقى يعني اجهز بقى في الرز. هسيبها هي على جنب كده تتبل شويه، او ممكن ادخلها كمان التلاجة. وبعد كده بقى هبتدي اجهز بالرز. انا غسلت كميه رز مصري على قد ما انا هاكل، او على قدنا يعني كلنا. رز مصري عادي، وبعد ما غسلته صفيته على طول. سيبته يتصفى، وبعد كده بقى يعني ضربت بصله تانية او بشرت بصله تانية، يعني بشر ناعم، او ضربتها في الكب كده عشان تبقى ناعمه قوي. وحطيت معلقه سمنه بلدي. طبعا كل ما هنحط دهون، هي دي الدهون اللي احنا هنسوي بيها الاكله كلها، فحطوا معلقه سمنه بلدي كتير. انا حطيت كمان عودين قرفه وليمون اللي هو الناشف ده. دي منكهات، اي منكهات عايزين تزودوها زودوها. انا الرز كنت غسلاه ومصفياه في مصفى كويس، مصفيته من الميه كويس خالص. هقعد بقى اشوحه شويه مع البصله. يعني انا البصله بس دبلتها مش صفرتها ولا حاجه. وبعدين بقى لما احط رز هفضل اقلب الرز مع البصله شويه. وبعد كده زي ما قلت لكم هحط نفس التوابل اللي انا حطيتها على تتبيله الفراخ بالظبط، الملح والفلفل والقرفه. مش هزود اي حاجه عن كده خالص. حتى لما جيت احط منكهات حطيت قرفه عيدان برضو. طبعا الليمون بيدي طعم حلو جدا. يعني تقريبا نفس تتبيله الرز هي تتبيله الفراخ بالظبط. هقلبه كده تقلبتين مع بعض شويه، وبعد كده نزلت بمكعب زبده كمان بيديها ريحه وطعم حلوين. عشان انا مش هسقي الرز بشوربه، انا هسقيه بميه مغليه. لو انتوا عايزين تستغنوا عنه وتكتفوا بالسمنه في الاول خلاص تمام. كمان عايزين تشيلوا السمنه وتحطوا زيت برضو عادي جدا، زي الدهون عموما زي ما انتوا عايزين او زي ما انتوا بتحبوا يعني. انا سبته شويه 10 دقايق كده، كل شويه اقلبه يعني كام تقليبه كده لحد لما يمسك نفسه شويه. وبعدين هاخد منه تقريبا 3 معالق على قد حشوه الفراخ اللي انا هحشي بيها. طبعا انا هحط بقى الميه اللي على الرز ده، هحط الميه ميه مغليه عليه على قد ما انا اي واحد الرز بتاعه بيسويه. ده رز مصري عادي، سواء رفيع سواء عريض، سواء عريض يعني زي ما انتوا بتسووا الرز بتاعكم سووه بالظبط. حطوا كميه الميه زي ما بتحطوها عليه. ده رز مصري عادي. ظبطته. بعدين بقى الرز ده حطيت عليه ميه قليله قوي، يعني يا دوب حبه كده هو غرقان في وسطيهم. هنشفهم على النار، هنشف ميه ده وميه ده وهسيب ده يتردد. انما اللي انا هحشي بيه يعني ده لما الميه نشفت وطيت عليه وسبته لحد ما يتردد خالص. وبعدين بقى التاني يا دوب بس لما الميه نشفت منه، مش هسيبه بقى يتردد ولا حاجه. انا هاخده يكمل سوي مع الفراخ اللي هو بالشكل ده. يا دوب بس يعني حبه الميه الصغيرين دول نشفوا بس من عليه. هسيب بقى الرز يتردد وهعرفكم بقى الوقت احنا هنحشي الفراخ دي ويعني ونلفها ازاي. انا عايزه لما اجي اكلها اقطعها رولات كده او اكلها بحالها، ما يبقاش فيها لا دهون ولا جلد احاول اشيله ولا اي حاجه خالص. انا من وجهه نظري دي احلى طريقه ليه.
هحشي شويه رز زي ما انا عايزه، وهقفل بقى زي ما قلت، زي ما هقول لكم دلوقتي كده. هنيجي نجيب يعني قطعتين من الجنب تقفل على الرز، وبعدين هقفل عليها من فوق، وافضل اعمله رول كده زي ما بنعمل الكوردون بلو مثلا. هنقفله كويس خالص، وهنجيب الاستكات بتاعه السنان وهنحطها تكون ظاهره، يعني هقفل بيها الفراخ. حتى ولو هنحط يعني شوفوا على قد ما تحطوا حطوا عادي، مش هتأثر خالص. هي اول ما هتستوى هتبقى ظاهره، ولما احمر الفرخه، لان هي الفراخ بمجرد ما هتستوى هتاخد الوضع ده، يعني هتقفل لوحدها. يعني انتوا هتشوفوها دلوقتي لما تخرج من الفرن، ولما هاجي احمرها هتبقى خلاص اخدت الوضع المقفول ده، مفيش حاجه تخرج منها خالص، ولا رز ولا اي حاجه. فحطوا من الاستكات دي زي ما انتوا عايزين خالص. ده ورق زبده يعني صحي للاكل عادي، ممكن نحطه جوه الاكل، نحشي بيه الاكل، نلفه عادي، مش هيجرى للاكل حاجه. كل واحده انا هعملها هلفها في الورق الزبده ده، علشان انا عايزاها تستوي على البخار، بتديها طعم رهيب، بتديها طعم حلو جدا، تبقى كلها كده على بعضها حاجه رهيبه بجد. هاجي اعمل التانية بنفس الشكل برضو. هجيب واحده هفردها خالص خالص زي ما انا كنت مقطعاها، وبعدين هحط الرز في النص، وهقفل عليها الجنبين الاول عشان ما يخرجش الرز منها، وبعدين ارولها بقى، اعملها رول كده واقفلها. طول ما انا ماشيه هقفل، وبرضه هتحط استكات زي ما انتوا عايزين. عايزه اقول لكم ممكن تحطوا في كل واحده 10 براحتكم خالص. هي بتبقى ظاهره، وبنسحبها كده بالراحه لما بنحمرها في الاخر خالص، ما بتتاثرش بالاكل ولا بيجرى لها حاجه، ولا بتبقى مستخبيه جوه ولا اي حاجه خالص. زي ما انتوا عايزين حطوا. هو كده كده هي الفرخه هتاخد شكل الوضع بتاعها لما تستوي. برضه هعملها في ورق الزبده. وبعد كده عملت الخمسه اللي انا مجهزاهم كمان. يعني لازم ضروري ناخد بالنا ان احنا نحطهم في صينيه يا دوب تكون على قدهم قوي. يعني احنا لو حطينا مثلا في بايركس تاني وحسينا ان هم واخدين راحتهم او كبار، لا هنقلهم في واحد اصغر شويه، عشان انا عايزاهم يضغطوا على بعض الاربعه عشان ما يتفتحوش، وابقى ضامنه ان هم فعلا هياخدوا الشكل ده. بعد كده بقى خطوه اختياريه، يعني ممكن اسيبهم كده، احط طبقه فويل عليهم من فوق. حتى هي اتقطعت مني بس مش ضروري، يعني انا سبتها ما غيرتهاش، لان عادي خالص ما فيش مشكله. هدخلها الفرن يكون سخن. انا سخنت الفرن قوي، وبعدين ثبت الحراره بتاعته على 170 تقريبا او 180. قعدت ساعه متواصله، ساعه كامله، هتخرج الفراخ مستويه قوي. بصوا دايبه بشكل مش طبيعي، دايبه ومستويه وريحتها رهيبه بجد. هسحبها بقى من الورق الزبده ده، بس هسيب الاستكات فيها بس خطوه اختياريه كده لحد ما احمرها، وبعدين بقى هسحبهم. هتلاقي كل قطعه من الحمام دي واخده الشكل بتاعها، والرز مش واقع منها ولا اي حاجه. يعني شوفوا زي ما انتوا شايفين كده. على فكره دي ساعه استوت، والميه بتاعتها نازله عشان هي مقفول عليها قوي، بس انا حابه طريقه السويه ديت يعني فعلا حلوه جدا. هشيل بقى الورق من كلهم كده، واشيل الميه خالص بالراحه، وبعدين بقى هجهزهم كلهم، علشان بقى انا حابه برضو ان انا احمرهم في سمنه على النار. لو انتوا حابين تدخلوهم الفرن بمعلقه ندهنهم مثلا سمنه او صلصه تبقى حلوه، بس طبعا كده اطعم كتير كتير يعني. هحطهم بقى بالراحه في معلقه سمنه بلدي، واحمرهم زي ما بنحمر الفراخ او اللحمه اللي هم المسلوقين مثلا، عادي خالص بنحمرهم في سمنه. هنقلب بقى من جميع الاتجاهات كده بالراحه خالص. شوفوا يعني الرز مش خارج منهم، وماسكين نفسهم كويس جدا، عادي خالص، ولا فيهم اي حاجه. كمان الاستكات يعني ظاهره فيهم، هنسحبهم منهم دلوقتي لما يتحمروا بالراحه، ومش هيفرقوا في الشكل اي حاجه خالص. بنفس الشكل زي ما انتم شايفينهم كده بقى، هو يا دوب هدت بس شويه، وبعد كده بقى هسحبهم. هم اصلا ظاهرين حتى لو كتير، وانتوا عايزين تقفلوهم عشان تضمنوا ان الرز ما يخرجش منهم اكتر من كده كمان، يعني قفلوهم عادي بكتير خالص، وبعدين اسحبوهم منهم لما يتحمروا كده. وعشان الرز مش هيقع يعني ولا الفراخ هتتفك ولا اي حاجه خالص، وهتفضل مظبوطه زي ما هي شكلها المظبوط بالظبط. بعد كده بقى هنشوف الرز. طبعا الرز طالع مستوي حلو جدا. اهم حاجه فيه ان انتوا تظبطوا الميه بتاعته، كل واحد زي ما هو متعود يطبخ الرز الابيض بتاعه العادي اطبخوا الرز ده، يعني ما هو مفيش فرق فيه زي الرز المصري بتاعنا بالظبط. زي ما هو نوع الرز بتاعكم سووه مظبوط زي ما هو بالظبط كده. وبعدين بقى احط الفراخ فوقيها. وانا بحب اعمل في الوصفه دي يعني احرق لها فحمه كده، بتديها ريحه حلوه جدا. احط الفحم فيها واحط عليها نقطه زيت من فوق واغطيها، بس يعني 5 دقايق 10 دقايق لحد ما الفحمه تتحرق كلها والريحه بتاعتها تثبت فيها. عايزه اقول لكم انها من الاكلات الرهيبه جدا. تقدروا تزودوا عليها شويه شبت وكزبره، ممكن كمان مكسرات، زودوا عليها اي حاجه انتوا عايزينها او كلوها كده، طعمها فظيع. ميزه الوصفه دي اللي ما يفيش فيها يعني ولا جلد ولا اي حاجه، اصل احنا هنقطعها يعني شرايح كده وهناكلها، هتكون طعمها حلو جدا.
بالرز بتاعها بكل حاجه. بصوا يعني فظيعه بجد، يعني طعمها رهيب بجد والله. انا فعلا انا بقالي فتره طويله جدا عارفه الاكل دي، بس كنتش باكلها خالص، ما كنتش بعملها، ما كنتش عارفه انها حلوه كده. طعمها لذيذ جدا كلها على بعضها، وصفه الرز بتاعتها حلوه قوي وتتبيله الفراخ كمان، في ناس بتسلقها وفي ناس بتتبيلها تتبيله زي الفراخ المشويه. انا شفت لها طرق كتير جدا، بس دي اللي انا جربتها كام مره وعجبتني جدا. طعمها بجد بجد حلو قوي، طعمها وطعم الرز كمان. جربوها وقولوا رايكم فيها ايه.